نتعرف بحضرتك. محمد جلال. استاذ محمد، عاوزين نعرف النهارده تقييم حضرتك لمباراة المصري والزمالك واداء تقييمك للاعيبة المصري والمدير الفني. هبدأ بالمدير الفني. اولا طبعا المدير الفني طبعا كان غلطة بالنسبة للتشكيل. يعني مثلا كان المفروض يبدأ بمحمود عبد الحكيم في البداية على اساس ان ده اول مباراة برضو المصري بيلعبها بعد الفترة ديت. احنا بنلتمس العذر للعيبة طبعا اللي هي بتشترك بعد فترة غياب طويلة، وفي نفس الوقت الملعب بيعتبر غريب عليهم وطبعا في رهبة بعد طبعا الاحداث اللي كانت حصلت بالنسبة للعيبة. بالنسبة للمباراة انا بعتبر ان يعني لعيبة المصري يعتبروا ادوا جزء مما عليهم، ولكن المدير الفني بصراحة انا شايف ان هو لازم يتغير، لان هو مع اللعيبة من فترة طويلة جدا وما قدرش ان هو حتى يوظف اللعيبة بشكل كويس ممكن يساعد على ان يكملوا المباراة بمستوى معين. وكان بيلعب بدفاع طول المباراة، ما شفناش اي انطلاقات من اي جنب. في اللاعب اللي هو جاي اللي هو عطية ده، الناس كلها بتقول ان هو كويس، ولكن للاسف برضه هو ما استفادش بيه على اساس ان هو يلحق ان هو ياخد زمن في المباراة يقدر ان هو يأدي بيه بشكل كويس. استاذ محمد، حضرتك متفائل باداء المصري السنة دي الموسم ده؟ هو بصراحة من حتة التفاؤل بالوضع ده مفيش تفاؤل خالص، ولكن نتمنى ان هو يؤدي للأحسن ان شاء الله، وحتى دي تكون يعني فترة ان هم ينسجموا فيها مع بعض ويؤدوا فيما بعد بصورة افضل ان شاء الله. بشكر حضرتك. شكرا يا فندم. مع احمد رزق احد جماهير النادي المصري. احمد، عاوزين نسألك النهارده عن تقييمك لاداء مباراة النادي المصري والنادي الزمالك. طبعا احنا في البداية بس عايزين نقول مكسب لبورسعيد، طبعا عودة النادي المصري بالعند في مصر كلها، اللي احنا الحمد لله النهارده اهم مكسب لينا اللي احنا رجعنا وبدايتنا، يعني بغض النظر عن الفنيات اللي احنا اهم حاجه المصري شارك في الدوري ووقفنا قدام مصر كلها والحمد لله حققنا اللي احنا عايزينه. اما بالنسبه للفنيات فهنقول يعني في حاجات كتيره غلط، بدايه من كابتن صبري المنياوي او اللعيبه، بس الجزء الاكبر يتحمله كابتن صبري المنياوي لاسباب برضو اكيد كل الناس شافتها. بدايه من ازاي انت يعني فريق بحجم النادي المصري وبتلعب النهارده الزمالك في اسوأ حالاته، بتلعب مفيش هجوم خالص، في مجاملات في الجهاز الفني، في محمد محسن ابو جريشه بيلعب، حتى اللاعب الحلو اللي بيلعب كوره بتطلعه. عايزين نتكلم اللي نقول مفيش اوفر اتلعب، مفيش جمله، لعيبه ما تستحقش تلعب في مراكز بتلعبها في مراكز، مفيش اي حاجه خالص. عايزين نقول برضو احنا ورا المصري يمين شمال مكسب هزيمه، احنا ورا المصري، بس احنا بنتكلم اللي احنا عشان نيجي نقول الوقت المصري وحش قدامنا ليناير، انتوا هتغيروا في يناير ونأكد وبعد كده انتوا بتنزلونا بايديكم، يعني احنا عايزين نعرف برضو. فاحنا الوقت احنا رابطين وجود صبري المنياوي بالمجلس الاداره، احنا كفايه برضو، يعني اقل واحد في مصر احسن من صبري المنياوي، يا ما احترامنا ليه طبعا كتر خيره اللي هو اجى في وقت زي ده. بس احنا برضو عايزين نقول نقطه، في لعيبه كتير بتلعب في النادي المصري وكابتن صبري المنياوي بيلعبوا مفكرين اللي هم جايين مجامله للنادي، لا انتوا مش جايين مجامله للنادي، النادي المصري اكبر منكم. حضرتك ما تقيمش نفسك زي ما كنت في الاسماعيلي كان فريق في امكانيات، انت جاي عايز تبني فرقه، يعني كان عندها مختار بينا فرقه، حسام حسن بينا فرقه، عامل فرقه، انت جاي بتختارها مش بتبني فرقه. محمد محسن ابو جريشه بتلعبوا مجامله، احمد فوزي ما بيشاركش، محمود عبد الحكيم ما بيشاركش. طب احنا هنكسب امتى؟ النهارده يعني النهارده لو كان يعني لو كان النهارده في توفيق زياده او لعبنا جمله كنا هنكسب. احنا وصلنا للجون بس ما فيش، يعني احنا وصلنا للجون بس ما فيش اللي يخلصنا. النهارده الفراوده بتاعتنا بتنزل لنص الملعب عشان تستلم الكوره، ما احنا برضه عايزين نفهم في ايه. طيب رايك النهارده يا احمد في تقييمك للحارس الدولي احمد الشناوي؟ احمد الشناوي يعني راس مال بورسعيد. احمد الشناوي بصراحه يعني ربنا يحميه، حمانا النهارده من فضيحه، يعني النهارده احمد الشناوي شالنا من فضيحه. على قد النهارده اللي احنا اتغلبنا 2-0 ده انا من وجهه نظري شايفه اللي هو مكسب للنادي المصري، اللي احنا اتغلبنا 2-0 ومن الزمالك ده مكسب للنادي المصري، احنا بقالنا سنتين ما بنلعبش، بس النهارده مش بالطريقه دي يعني. برضه رساله اخيره يا احمد تقولها للاعيبه النادي المصري في المباراه القادمه. في المباراه القادمه هو احنا بصراحه يعني بورسعيد بتغلي، احنا مش منتظرين المباراه القادمه، لان احنا لو ما لحقناش الموضوع ده بدري بعد كده هنوصل لمراحل اكبر من كده. فاحنا يا ريت دلوقتي انتوا تلعبوا باسم النادي المصري، في لعيبه كتيره بتلعب لنفسها، في لعيبه كتيره عايزه، اللي عايز يروح الزمالك بيلعب لنفسه، اللي عايز يروح نادي، اللي عايز يمشي في يناير بيلعب لنفسه، لا العب للنادي المصري. مش عاجبك النادي المصري امشي، النادي المصري عمره ما بيقف على حد، ولا احنا
في يوم هنبوسكوا عشان تقعدوا في النادي، اللي عايز النادي يقعد واللي مش عايز النادي الباب يفوت جمل. ورساله برضو لمجلس الاداره، انتوا ناس محترمه ووصلتونا برضو المرحله اللي المصري لعب في الدوري تاني. احنا كنا مفتقدين النقطه دي، الحمد لله بفضل ربنا وفضل جمهور بورسعيد والناس اللي ماتت عشاننا والناس اللي المحبوسه ظلم عشاننا، الحمد لله احنا رجعنا في الدوري. مصر كلها ضدنا، النادي الاهلي ضدنا، الحكام ضدنا، الحكومه ضدنا. فاحنا مش عايزين مجلس الاداره يعني بوجود كابتن صبري المنياوي يخليه ينزلنا من الدور الاول ويبقى هو كمان ضدنا. بشكر حضرتك، شكرا.